اقصى انواع الذل الكروي اللي انت ممكن تشوفها في الدنيا النهارده حصلت في استاد القاهره لما الاهلي مسك الزمالك وراح مديله 4-1. ده اقصى انواع الذل اللي انت ممكن تشوفه. الاهلي بكل اريحيه في الشوط الاولاني مستر كولر المارشيل كولر لقوا سارديولا اللي مفكر نفسه جوارديولا وعايز يلعب لي بخطه جوارديولا مع السيتي، وحاطط لي محمد عبد الغني واحمد فتوح على الدايره. قال له صباح الخير بالليل، تعالى لي بقى انت كده الحته دي كده كده فاضيه تمام، وانت كده كده معاك مدافعين يعني مستواهم اقل من المعهود، ومعاك حارس مرمى هو من ماتش فيوتشر وهو مش فايق. فانا اعمل ايه؟ تعالى يا شحات، شايف الحته دي؟ شايف الحته اللي بين اتنين ديفندرات دول؟ انزل لي فيها. بقول لك ايه يا معلول، تعالى سيب الجبهه بقى بتاعتك دي تماما خالص، تمام سيبها وتعالى انزل لي هنا. اي كوره جاي شوط، وهو في لقطه عملها على الخط قال لكهربا الكوره اللي تجيلك شوطها من بره. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان كولر فعليا النهارده ادى على الزمالك كرويا وذهنيا ونفسيا. الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس وبطل السوبر وبطل السوبر الافريقي وبطل، ويروح كاس العالم للانديه ويكسر الدنيا ويعمل كل حاجه، وهيجيب امام عاشور، وبعد كله هيجيب امام عاشور. تخيل انت بقى معايا النهارده نص الملعب بتاعك اصلا كان فيه مروان عطيه، محمد فخري اقل من مستوى، وبجد بجد بجد بعد حسين الشحات نجم الماتش الحقيقي اللي هو احسن ماتش ليه في الموسم ده هو محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه في الهجوم، محمد مجدي قفشه في الدفاع، محمد مجدي قفشه على خط ال 18، محمد مجدي قفشه هو اللي مايل ناحيه معلول عشان يغطي وراه وعشان يبتدي يعمل زياده عدديه ويعمل اوفرلود هو حسين الشحات وعلي معلول. محمد مجدي قفشه النهارده اللي بيعلي رتم الماتش ويهديه على حسب مزاجه، هو ده محمد مجدي قفشه اللي احنا عارفينه. محمد مجدي قفشه اللي ما كانش له حظ واللي حط الكوره ار2 وما جتش معاه. هتيجي انت تقول لي اصل انت محظوظ واصل انت انا جبت كورتين في العارضه، اقول لك لا يا حبيبي تعالى بس انا فاهمك بس نقطه بسيطه، ما انا جبت كوره في الاول، لكن انت تخيل الكوره دي جت وانا ليا ضربه جزاء برده بتاعت محمد عبد الغني هو ما رجعش لها للفار. وكن كل الاحترام والتقدير لكابتن محمود الخطيب على اعظم قرار خده ان هو ما مشاش كولر بعد النتائج اللي عملها في كاس العالم للانديه اخر ماتشين وبعد نتيجه سان داونز، وفضل مصر عليه علشان كان شايف المشروع بتاعه ده مشروع ناجح. اي حد من المشجعين لازم يبقى فاهم حاجه، الناس دي هي دي شغلتها، هو ده شغل الاداره. احنا كل اللي نعمله هنقف في ظهر الاهلي وهنكمل مع الاهلي وعلى الحلو وعلى المر معاه، عشان الاهلي ده هو اللي معيشنا في كل الفرح اللي احنا فيه ده، ولينا نفتخر بالشعار ده. محمد شريف اللي كنت بتقوله رايح الزمالك النهارده بيعمل لهم كده؟ لا لا، هو انتوا مفكرين اللعيبه بعد الهنا اللي هي فيه هتروح ليكم؟ هتروح ليكم؟ سقفه كل السقفه لكل نجوم النادي الاهلي بلا استثناء النهارده، كل اللعيبه لعبت على اكمل وجه، مفيش حد اثر، وسقفه كبيره قوي قوي لمارسيل كولر، وقبل ده كله الكابتن محمود الخطيب وادارته. بجد بجد انتوا عيشتونا احلى فترات الجيل الذهبي الحالي من النادي الاهلي.